من موارد تعظيم مجالس الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا أخواني خلنا نتعلم من الإمام صاحب العصر والزمان كيف نبكي على الحسين، كيف نلطم على الحسين، كيف نواسي الحسين، كيف نحضر مجلس الحسين. كلها نتعلمها من المولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ونحن في كل يوم نطلب من الإمام ماذا؟ أن يجعلنا من أنصاره، وندعو له ماذا؟ بتعجيل الفرج، عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه. إخواني، هذا الإمام كيف رؤي أنه يلطم وكان محتفيا بين الجموع في عزاء معروف. أنقل لكم إخواني تفاصيل هذا الأمر. كان السيد محمد مهدي بحر العلوم، طبعا هذا المرجع الكبير العظيم في زمانه وكان هو المرجع في ذلك الزمان. السيد محمد مهدي بحر العلوم أيها الإخوة كان من المعظمين كثيرا لمجالس سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذا الرجل السيد محمد مهدي بحر العلوم في سنة من السنوات وهو ما زال يشارك في عزاء طويريج. عزاء طويريج معروف التابع لقضاء الهندية، هذه الجموع الكثيرة التي تنطلق من هذا المكان إلى حضرة الإمام الحسين، وإلى يومنا هذا نشاهد. في سنة من السنوات السيد محمد مهدي بحر العلوم كان يشارك هذه الجموع، وإذا بهذا السيد الجليل، إخواني تصورون لو ما تصورون، وإذا بهذا السيد الجليل كان محتفيا وألقى بعمامته من على رأسه وأخذ يلطم على صدره وعلى وجهه. بعد انتهاء هذا العزاء ألقوا الملامة على هذا السيد، قالوا له سيدنا أنت ما يصير هكذا تفعل، هذا الوضع لا يناسبكم، أنت مرجع ديني، أنت مرجع هذا الزمان، ما شاكل ذلك. فماذا قال لهم أيها الأحباب؟ تعلمون أو لا تعلمون؟ فقال لهم السيد مهدي بحر العلوم: ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ وقد رأيت سيدي ومولاي الإمام صاحب العصر والزمان يركض حافيا في العزاء، وويلا عليك يا صاحب العصر والزمان، يبكي دما يلطم على جده الحسين، ولأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. فينبغي علينا أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الكرام، أن نتعلم هذه المواساة ولا نخشى أحدا، ونلطم على سيد الشهداء ونحن مقبلون على شهر محرم الحرام. فعلينا أن نزداد همة وإرادة في إنجاح مشروع سيد الشهداء والحضور في مجالسه بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.